على أجمل أخوات في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض البقلاوة بطريقة سهلة جدا جدا، هنشوفها مع بعض. دي لفة جلاش تتفرد الأول كده، دي مقاس الصينية زي دي اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقطع واحدة واحدة اهي على مقاس الصينية بالظبط. نخلي بالنا من البقايا دي عشان احنا هنستخدمها برضو. اول ريق معانا كده هندهنه كويس عشان ما تلزقش. هناخد ورقة واحدة وعلى الصينية كده، والقصاقيص اللي اتعملت هنعمل منها اول حشوة اللي هي كده، ونحاول نوسطنها قد بعضها. كلها في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي رياقة اهيت متقطعة، هناخدها كلها كده مرة واحدة. هنحط السوداني والمكسرات اللي انتوا تفضلوها. زي ما انتوا شفتوا الحشوة كده، هنجيب كل اللي احنا قصيناه على قد الصينية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها ونظبطها اهو. اظن مفيش اسهل من كده. هنسويها كده ونكبسها بالراحة من الحروف عشان كله يبقى مقاس بعضه، عشان تبقى شكلها جميل. التقطيعة الحلوة دي، ودي كوباية الا ربع سمنة دافية، هنسقي كله مع بعضه اهو. شكلها عاملة ازاي؟ تتاكل نية. الشربات بتاعنا عبارة عن كوباية ونص من السكر، كوبايتين مية، فانيليا، ونقطتين ليمون. هنسيبهم يغلوا 5 دقايق كله مع بعضه كده وخلاص. من الفرن ادت اللون الجميل قوي قوي ده. والشربات لازم حاجة من الاتنين تكون باردة. لو الشربات بارد يبقى الصينية تبقى سخنة، ولو الصينية سخنة الشربات لازم يكون بارد. ما ينفعش الاتنين زي بعض. هنسقيها بالشربات بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحلاوة والجمال والطعامة دي؟ وبقلاوة سهلة جدا جدا، واي حد طبعا هيعملها لانها سهلة وبسرعة يعني زي ما انتوا شايفين كده. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم كل خير يا رب. باي باي.